السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتو كتسولوني فاش نقدروا نستعملوا اكريش او الاستعمالات ديال الاكريش. اني جيتكم بالفكره الرائعه. الخضره القرعه كتقطعوها يا اما بحال الصباعات الطوال يا اما مربعات كما درت لها انا. ضفت لها مليحه وخليتها تطلق الماء ديالها. هذه المرحله اختياريه، انا ملي كنكون مزروبه ما كنديرهاش، وملي يكون عندي وقيته كنخليها تطلق ماها باش تجي بنينه. هنايا هذه فكرة من أفكار أكريش. كيفاش نستعملوه؟ نخليها تستقطر الماء ديالها كما شفتوا تلقاتو كامل. هنايا ما استغرقتش ميم با 5 دقائق. نخليها على جنب ونجيب المقله نديرها تسخن. أكريش اللي كنت وجدته معكم مع الخليع. على فكره هاد اكريش هذا راه ما فيش الريحه المجهده ديال الخليع، فيه البنه ديال الكفته والبنه ديال الشحمه. رائع رائع البنات. نتمنى لو انكم تجربوه وتردوا عليا. خليوا لي في التعاليق عافاكم اللي جرباتو. هنايا على بال ما بدات تذوب هذيك الشحيمه كما كتشوفوا معاسله مع راساتها خاتره، نضيف لها القرعه ونخليها تشحر. هنايا النار راني دايرها على 5، يعني النار متوسطه، ما هي مجهده ما هي شمعه. كنخليها تشحر. من هاد الفكره بحال القرعه مقليه بالحق، مقليه في الشحمه مع الكفته. في هاد المرحله هذه تقدروا تزيدوا نتوما اختيارات ديالكم، هريسه، معدنوس، قزبر، عطريه. انا فضلت تبقى لي بالبنه ديال الاكريش، بالبنه ديال زرعه القزبر اللي درتها فيه، وبالبنه ديال الشحمه. غير هذا كافي بدون اضافات. بغيتو ديروها حتى الطورطيه كما هكذا، ضيفوها على البيض مضروب وديروها طورطيه ثاني. تقدروا يعني تستغلوها بحال هكاك. هنايا التقديم كيبقى اختياري. انا كما كتشوفوا حتى ديك الشحمه اللي دابت كنضيفها لها لانها جات خاتره معسله رائعه جدا. والمنظر ديالها ما تقدروش تصوروا. كما راكم تشوفوا، والمذاق رائع جدا 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 جدا. مذاق الكفته، مذاق ديال الشحمه. انا زدت لها زويتينات ولي كورنيشون ورافقتها بالحوت. نتمنى تكون عجبتكم الفكره. خليونا واحد جيم، واحد التعليق زوين بحالكم، وهكا حنا استفدنا من الدهون.